يا سيداتي ويا سادتي الكرام الذين يتمنون أن يصبحوا أثرياء دون رفع إصبع واحد، مرحبا بكم في برنامجنا العلمي الذي يهتم بتحليل العالم بين شعور قليل من الضياع وقليل من الضحك. نحاول ألا نفقد عقولنا. اليوم معنا قضية أثارت الجدل ودفعت الكثيرين للتفكير في جدوى الجلوس على الأريكة والتأمل في صورة حساب مليء بالأموال. إنه قانون الجذب العام للمال. هل الكون بالفعل يعمل كموظف في البنك المركزي لديك؟ أم الأمر أشبه بفكرة تسلية نفسية؟ هذه الأسئلة سنجيب عليها اليوم. حسناً، بحسب المؤمنين بقانون الجذب، كل إنسان على وجه الأرض عبارة عن مغناطيس عملاق، ولكن بدلاً من جذب المسامير والصواميل نحن نجذب الأموال. ويا صديقي، الطريقة بسيطة جداً، فقط فكر في المال، تصور أنه يغمر يديك، ربما حتى ترسل إليه رسالة صوتية تقول: أين أنت يا عزيزي المال؟ تعال إلي الآن. ويقال إن الكون العظيم، نعم الكون نفسه الذي يعمل 24/7 سيقرر فجأة تحريك الكواكب وإعادة ترتيب المجرات ليسقط عليك ورقة $100 من السماء مباشرة في غرفتك. لكن قبل أن تبدأ بالخروج ملوحا بيديك هاتفا: أنا مغناطيس مال، المال يحبني. دعونا نفهم هذا القانون بشكل علمي منهجي. أنصار هذا القانون يقولون جملتين شهيرتين: أفكارك اليوم تصنع واقعك غدا، وركز على الوفرة لا النقص. الفكرة هنا بسيطة. عندما تتحدث فقط عن مشاكلك المالية وتكرر: يا إلهي فاتورة الكهرباء مرتفعة، لم يعد لدي مال للطعام، سعر البطاطا أصبح أغلى من الذهب، فإن الكون أو ربما عقلك الداخلي نفسه سيفسر ذلك كطلب: هذا الشخص يريد المزيد من الفقر والمصاعب، حاضر. ولكن إن فكرت بدلا من ذلك: أنا ناجح، أنا أستحق المال، أنا محظوظ، فإن الكون أو عقلك سيفسر ذلك كطلب: تمام، هذا الشخص يريد تحقيق النجاح، فليبدأ بالتقدم. هل هناك دليل علمي؟ حسنا، الأبحاث النفسية تقول أمرا قريبا: التركيز الإيجابي يحسن الأداء العقلي ويجعل الإنسان أكثر قدرة على إيجاد الفرص. التصور الذهني الناجح ليس شعاع ليزر خيالي، لكنه أداة تحفيزية عظيمة. قصة مضحكة سمعتها: أحدهم قال لي: أنا جربت قانون الجذب. قصة مضحكة سمعتها: أحدهم قال لي: أنا جربت قانون الجذب. فكرت في نفسي أسبح في اليخوت الفاخرة والدولارات المكومة، فسألته: وماذا حدث؟ فقال: صحوت، وجدت نفسي نائما على الأرض، لا سرير ولا دولار ولا حتى قارب مطاطي صغير. يا أصدقاء، الجلوس والتخيل ليس الحل الكامل. النجاح لا يعني أن تحلم فقط، بل أيضا أن تعمل بجد لتصنع واقعا ملموسا. إذا كنت تريد أن تحقق نتائج حقيقية، عليك التفكير بهذا القانون كأداة نفسية وليس كعصا سحرية. إذا كنت تريد أن تحقق نتائج حقيقية، عليك التفكير بهذا القانون كأداة نفسية وليس كعصا سحرية. إليك النصائح. وحبد، كن إيجابيا، لا تغرق في الأفكار السلبية، بل ردد عبارات النجاح والتفاؤل يوميا. تخيل النجاح، تصور نفسك وقد حققت الهدف، عش اللحظة ولو في عقلك فقط. 3. اشكر ما تملك، احترم المال الذي لديك ولو كان قليلا. 4. عمل فعلي، ابحث عن الفرص، تعلم، طور مهاراتك، ولا تنتظر فقط. والخلاصة: نعم، قانون الجذب ليس أداة بنك سحرية، لكنه قد يكون عاملا نفسيا جميلا يدفعك للتفاؤل والعمل الجاد. ربما إذا فكرت وعملت بذكاء سيزورك المال يوما، وربما حتى يرسل لك رسالة نصية: مشغول حاليا، سأعود قريبا. ولا تنس أيها العزيز،
إذا كنت تريد أن تجذب النجاح والعلم، اضغط الآن على زر الاشتراك في قناتنا واحجز مكانك مع أبطال البحوث والمتعة. إلى اللقاء مع مزيد من طرافة العلم وحكمة الواقع